يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح العسل، اخواتي وحبايبي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. روتين جديد ويوم جديد، وربنا يسترها معاكم دنيا واخره، وربنا كده تحققوا احلامكم. واشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم الحلوه ديت ولايكاتكم ليا. اللايك يا حبيب قلبي هو اللي برفع الفيديو، والتعليق الحلو الجميل بتاعكم اللي فرح قلبي ده. ربنا يفرح قلوبكم يا رب كده، ويجازوكم كل خير، وتطلعوا من رمضان كده سعداء، وان نتمنى في حاجه ربنا يقدر بها يا رب بحق جنب. كنت بقى بوريكم البقلاوي بتاع امي وامك زمان ده. ما شاء الله طالع آه، بيتكسر كده، يعني ايه، مش يعني ناشف، احنا حابينه ناشف يعني، مش طري، عشان ما يبقاش شارب زيت ولا الكلام ده. عملت 3 كوبايات دقيق، وعملت حطيت بقى شويه خميره، وحطيت حبه باكو فانيليا، وقلبت بقى كله ببعض، وحطيت المكونات كلها. بس كنت نسيت احط ايه، معلقه نشا. معلقه النشا ديت هي التكايه بتاعتها بقى، اللي بتخليها حمصه معاكي، ويطلع كده البقلاوي زي المشبك كده، عامل زي المشبك، بقرقش كده وطعمه بقى جميل. عجنتها بقى جامد كده، وحطيت ميه على قد يعني على قد الكميه اللي انا عايزاها، وعلى قد العجينه بتاعتي ما تبقى ايه زي ما انا عايزاها يعني بالظبط كده، ما تبقاش ولا مرقه قوي ولا يابسه قوي، القانونه كده، القوام بتاعها يبقى كويس يعني. حطيت ميه بقى، لقيت حسيت ان هي تقيله شويه، كنت حاطه كمان نص كوبايه ميه، ومسكتها بقى عجنتها حلو قوي قوي، وعملتها بعدها عشان متبقاش في حاجه حته مكلكعه ولا الكلام ده. وهمسكها بقى اغطيها واسيبها تخمر براحتها كده 10 دقايق ربع ساعه حسب ما تخمر يعني، واحنا مع بعض اهو لحد ما تخمر تقوم ماسكاها عاملاها بقى. يلا ربنا يجازيكم كل خير يا رب كده، وكل سنه وانتم طيبين، وتعملوا الحلو كله لاولادكم يا رب. والله العظيم يعني الواحد بيبقى محتار يعمل لاولاده ايه. ربنا يخليهم لنا يا رب، ويبارك لنا فيهم، ويرضي كل مشتاق يا رب، وكل اللي مشتاق الذريه الصالحه يا رب، ربنا يرزقه بالذريه الصالحه يا رب. ولادنا وولاد المسلمين جميعا يا رب بحق جهنم، ويسترها معاكم دنيا واخره. جبت ازازه الزيت دي، كان ابو عبد الحكيم بقى طالب مني البقلاوي دي من اول رمضان، عايز ياكل بقلاوي، ما عندناش زيت، بياخد زيت كتير. قلت لها مش بدها بقى، اروح اجيب بقى ازازه زيت واعمل ادل نفسه فيه، او مثلا له مزاج اللي هو ياكله اعمله له. كان بيحبه من ايام المرحومه امه يعني، وكده كانت بتعمل لهم على طول. ربنا يرحمها ويرحم امتنا يا رب، واموات المسلمين جميعا، ربنا يرحمهم برحمته يا رب. الخير بصراحه راح وراهم، والله الخير راح وراهم. يلا الحمد لله والشكر، نحمد ربنا على كل شيء، الحمد لله. متحرمش منكم ابدا يا حبيب قلبي، ربنا يجازيكم كل خير يا رب. مسكت بقى عملت بقى بالكرنيب، ما لقيتش الكرنيب نافع معايا. احنا كنا بنعمل الاول بالكرنيب، بنقوم حاطين ايه، آه، يعني ايه، بنكب شويه كده، نكب شويه وشويه وشويه كده في قلب مثلا الطاسه او حله تكون كبيره شويه، ويكون انت مليها زيت. لكن انا ايه عملت في الصينيه دهيت، بعد ما عملت بقى 2 كده بالكرنيب، ممكن جاي حاطه بقى في الكوبايه، عندي كوبايه 60 كده، بقيت احط فيها ايه جوز كرنيب، والف بقى الصينيه كده، طلع ما شاء الله زي المشبك، ما شاء الله طلع زي المشبك بالظبط. شوف زي ما كنت عامله مشبك كده، قرص زي المشبك، ما شاء الله كان طالع تحفه، وكان طعمه حلو قوي. انا عامله دي بعد الفطار، بعد ما فطرنا بقى وكده، قالوا احنا عايزين حاجه حلوه، قلت لهم بقى ماما اعمل لكم بقى ايه البقلاوه اللي انتوا نفسكم فيه وعايزين تعملوه يعني. الحمد لله والشكر، نحمد ربنا على كل شيء. تفضلي تقلبي في كده، انا ما صراحه، بصراحه كان كل شويه بزيد الخميره. آه، كل ما بيخمر بزيد معايا، كل ما يخمر بزيد معايا، كانوا كميه صغيره. اول ما بدات كده كانت بكميه صغيره، ورجعت جيت ابص لقيت كل مدى ما بزيد معايا. الخير زيك كمان وفايد يا جماعه. يلا الحمد لله والشكر لله. همسكوا بقى اعملوا كده اهو زي ما قلت لكم كده، واعملوا بقى ايه معاكم ان شاء الله. ولو انت عملتيه زي ما قلت لك كده ان شاء الله يبقى تحفه، وتقولي تحسي اللي هو مشبك مش بقلاوه، مشبك يا جماعه زي بتاع دمياط. احنا وقفنا مصانع دمياط بقى، وهنبدا نعمل ايه مصنع في بيتنا عندنا، نعمل بقى مشبك، ونعمل بقلاوي، ونعمل زلابيا، ونعمل كل حاجه. بدل احنا بنعرف ليك عينين وراس تعمل عمايل الناس، كان ابويا الله يرحمه يقول كده. ما تقوليش ما بعرفش، ما تقوليش انا ما اعرفش اعمل حاجه ديت، اتجرأي على الحاجه واعمليها.
هتبوظ منك مرة تاني مرة هتعمل ايه؟ عشان بس ايه يكون انت تعملي كل حاجة في بيتك، لولادك، تحسسيهم اللي فيه خير في البيت كده. الحاجة لما بتتعمل في البيت، العجينة في البيت، بتحس ان البيت فيه خير وفيه دفى كده. اي عجينة بتعجنها في البيت يا حبيبة قلبي بتحسسك ان الدنيا كلها مليانة خير. والله العظيم، بالذات العجين بتاع البيت وبتاع الناس اللي الزمان وبتاع الفلاحين والناس اللي على نياتهم، الناس الطيبة، الناس اللي بتحبك بإخلاص. ما عادش حد بيحبك بإخلاص، ما عادش حد طيب زي زمان. آه، في كده، في ناس كده هتلاقيها بتحبك بإخلاص كده، بحب، تخاف عليكي كده يعني. في ناس بقى ما يعني بتقضي معاكي بس الغرض، بس يعني عايزة منك طلب تكلمك. والله العظيم في ناس كده ما بحبهمش. الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله. أنا مش عشان أكلم نفر يكون أنا عايزة منه طلب أو حاجة، لا والله العظيم. انا بحب الناس كلها والناس بتحبني طبعا. ما بحبش الانسان اللي يكلمك عشان مصلحة، عشان يكون عايز منك طلب، يكون عايز منك حاجة. ما بحبوش. ربنا يبعدك عنه يا رب كده ويفرجوا منه بجد. يعني الانسان اللي بيبقى عايز طلب عشان يكلمك ده ما تكلمهوش، حتى لو هو عنده مال قارون. ليه بقى؟ لان ما ملوش خير في نفسه، يبقى ملوش خير في غيره. فاهماني؟ ما بحبش نفسه. الانسان ده ما بيحبش نفسه وما بيحبش غيره. لكن انت الانسان اللي هو بكلمك عشان مثلا يكون بيعزك، يكون بيحبك، يكون يعني في حب بينكم وبين بعض، في مثلا اخوية، في انسانية، في حاجات من ديت. الانسان ده لو طلب عينيكي تديها له بجد يعني. دي الانسان اللي انت تكلميه. لكن الانسان اللي بيكلمك عشان مصلحة او عشان مثلا يكون طلع عايز منك طلب، لا، سيبك منه. سيبك منه خالص يعني، ملوش لازمة في الوجود. ملوش لازمة خالص خالص يعني. لكن في ناس بقى بتلاقيها بتحبك كده من غير اي حاجة، من غير ما يكون عايزة منك طلب، من غير ما يكون عايزة منك حاجة. بيحبوك وبيخافوا عليكي كده يعني، زيكم طبعا. انتوا طبعا كده يعني، انتوا بتحبوني من غير اي حاجة، من غير ما يكون عايزين مني حاجة. الحب ده بيجي رباني. والله بيجي رباني. وما تشوفي نفر كده وتعزيه وتحبيه من غير ما تكلميه ولا تشوفيه ولا اي حاجه خالص. احنا بينا وبين بعض شاشه اهوت. إيه يعني؟ كلامكم اللي انتوا بتكتبوه لي بيحسسني بحبكم ليا، بيحسسني اللي انتوا خايفين عليا. حاجات كتير كده بحسها منكم بجد، والله العظيم اقسم بالله. والله بحس حاجات كتير منكم قوي. الحمد لله وشكر الله. ربنا يديمها نعمة يا رب كده، ويحفظها من زوال ويديم المحبة يا رب. ربنا يديم المحبة ما بيننا وبينكم، ما بيني وبينكم يا رب بحق جهنم. ويبارك لي فيكم ويسترها معاكم دنيا واخره، ويخليكم ليا ويطول لي في عمركم. وكل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الايام بخير يا رب كده. وكل اللي بيتمنى حاجة كده في رمضان بالذات، الايام ديت ايام مفترجة، ربنا يتقبل منكم كده الصيام، ويتقبل منكم ذكر الله وصلاك العبادة في الله. ربنا يتقبل منكم يا رب كده ويسترها معاكم دنيا وآخرة. وكونوا كده اللي نفسه في حاجة ربنا يتقبلها منه يا رب. اللي في نفسها بقى تجيب لها بقى عباية، واللي في نفسها تجيب لها حاجة، ربنا كده يحقق لها أحلامها يعني. ما تبصش لحد يا حبيبة قلبي بجد يعني، ما تبصش لحد. يعني مثلا جارتك جابت عباية او سلفتك جابت عباية، ما تبصلهاش. بدل انت ما معكيش مقدرة اللي انت تجيبي، خلاص ما تجيبيش. اليوم العيد دي مش يوم شرط علينا اللي احنا نلبس جديد يعني. الحمد لله العيد دي علينا يعني مثلا نبقى كويسين مع بعض، نحب بعض. يبقى عندنا ولادنا كده نحسسهم بحناننا، نحسسهم بحبونا ليهم كده يعني. مش شرط هدوم، ومش شرط حاجة يعني كده. شرط اللي انتوا تخافوا على ولادك يحبوك وتحبوا ولادك كده. دي شرط. مش مثلا يعني مثلا في عيد اللي انا مثلا هيروح اجيب لي عبايه، لا هجيب لي شبشب، لا هجيب لي تدينه. هو يوم زي اي يوم يا حبيبه قلبي، هو يوم زي اي يوم وبعدي، بس اسمه يوم عيد عندنا يعني. الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا على كل شيء. كل ربنا يجيبه حلو. الحمد لله. ربنا يجازيكم خير يا رب. المهم لما ابصش لحد يكون مثلا لابس حاجه يعني ما ابصش لحد. دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول لكم عليها، ما ابصش لحد خالص. ربنا يغنيها بالحلال ان شاء الله.
والطمع باللي ما جمع. يعني مثلا يبقى عندي عبيان واروح اقول انا عايزه عبايه، لا، طب انا ما معيش مقدره، طب جوزي ما معهوش، طب انا هزنق جوزي ليه؟ طب انا ماشيه على قدي. تشنقوا جوزك ليه؟ كفايه عليكي تجيبي طلبات ولادك، تجيبي طلبات بيتك، ما تشنقوش اكتر ما هو كده، لان طول ما انت بتشنقوه بتلف الحبل حوالين رقبته، فيك شرها يعني بتبقى صعبه، بيبقى مش عارف هيعمل ايه، بيبقى مخنوق، بيبقى محتار. ما شالوش الهم يعني، قصدي كلامي ما شاليش جوزك الهم اكتر ما هو شايله يعني. والحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا على كل شيء، احنا احسن من غيرنا يا جماعه، ونحمد ربنا. ربنا يجازيك كل خير يا رب. خلاص هي الكميه بتاعتنا، ما عادش حاجه اتبقى والله، شويه رميتهم، اه والله حطيتهم. كانت ام رعيم بتقولي سيبوهم نعملهم، اسمها قولي معايا قطايف، قلت لها ولا قطايف ولا مش قطايف بقى، يلا اتكلوا على الله. انا هبطت اصلا من القعده والعمايل من الوقفه، وما شاء الله كان كميه كبيره ما شاء الله، تحفه والله العظيم، تحفه والله العظيم، لو انت لو عملتها كده تحفه. بقرقش، شفت المشبك اللي بيجي من دمياط، اللي بقرقش الحلو ده، وكده سكر كده، وعملت بقى شويه العسل على قدهم، وحسيت ان العسل هيبقى قليل، بقيت ارش ايه سكر كده، كانت امي الله يرحمها بقى ترش لنا سكر كده، تطلعوا لنا من تقلي وتطلع وترش سكر، ما كانتش بتحط عسل زي كده كده، كانت بترش سكر بس مش اكتر. ايام زمان كانوا بيرشوا سكر، ما كانوش بيعملوا عسل. يطلعوا مثلا القرص البقلاوه ويرشوا عليه سكر، يطلعوا القرص البقلاوه ويرشوا عليه سكر، ويرصوا فوق من بعض كده لحد ما يخلصوا الكميه، ياكلوا بقى اللي هم عايزين. بالهنا والشفا يا رب كده على قلوبهم وعلى قلوبكم، وربنا يجازيكم كل خير، والحمد لله والشكر لله يا رب. الحمد لله والشكر لله. خلصنا الكميه بتاعتنا يا جماعه ما شاء الله. تقولوا ده هي شفت عامله ازاي مرصوصه، تقولوا ده قرص ايه من بتاع اقول لكم ايه تاني يا ربي، اقول لكم لايك، بقول لكم لايك واشتراك بقى كده، وشيروا الفيديو عشان ايه اعمل لكم بقى كل جديد، واوريكم بقى المشبك اللي انا عاملاه الحلو ده اهو ما شاء الله. تقول ده مشبك ولا مش تقول ده مشبك؟ دي مشبك ولا مش مشبك يا جماعه؟ بس علقوا لي في التعليقات اللي يوصل عند المشبك كده يعلق لي وصلت عند المشبك. والله يا جماعه، والتعليق الحلو واللي بفرح قلبي، ربنا يفرح قلبكم يا رب، ويكبر بخاطركم يا رب، ربنا يكبر بخاطركم يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره، وما تحرمش منكم ابدا. واسيبكم في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يديمها عليكم نعمه يا رب كده، ويحفظها من الزوال، وربنا يسعد قلوبكم يا رب زي ما انتم ساعدين قلبي كده، ربنا يبارك فيكم ويسعد قلوبكم يا رب، ويطمنكم على اولادكم وينجحهم لكم يا رب، ويسترها معاهم دنيا واخره. الحمد لله والشكر لله. نحمد ربنا على كل شيء. احمد ربنا، ربنا يجازيك خير ان شاء الله. اوعي تعملي حاجه وتندمي عليها. يلا اسيبكم في رعايه الله يا قلبي.